فيديو اليوم راح نتكلم عن ظهور مخلوقات غريبة ومرعبة في أفلام الكرتون، وبعضها في وراء قصة ونظرية مخيفة. مع العلم يا عزيز المشاهد انه اغلب برامج الكرتون اللي راح نحكي عنها بحلقة اليوم هي مو برامج كرتون مرعبة، يعني هي من الاساس كرتونات عادية مثل سبونج بوب او عالم جامبل المدهش. يعني برامج كرتون مثل هذه ليش يظهر فيها كائنات مرعبة وايش قصتها بالضبط وايش النظرية اللي وراها؟ هذا اللي راح نعرفه بحلقة اليوم، وادري ان عدد كبير منكم يا ابطال يعشقون هذه السلسلة اللي تتكلم فيها عن الكرتون، فلذلك جبت لكم هذا الجزء واتمنى لا تقصروا معنا بزر اللايك. وضيوفنا الجدد اسعدوني بالاشتراك وانضموا لجيش الابطال. طيب يا اخوان، اول كائن غريب بحلقة اليوم من كرتون عالم جامبل المدهش، ظهور المهرج المرعب. الغريب مثل ما قلت لكم انه هذا الكرتون اصلا مو كرتون مرعب، بل هو كرتون كوميدي يتكلم عن مغامرات جامبل وداروين بطريقة مضحكة نوعا ما. لكن كان في حلقة بهذا الكرتون بعنوان المماطلون يظهر فيها هذا المقطع الغريب. كان جامبل وداروين وكانوا قاعدين يرسمون، وفجأة داروين يرسم مهرج غريب. هذا المهرج كان يناظر لهم من الشباك، والصدمة انه طلع هذا المهرج موجود وكان يراقبهم فعلا. وهذه كانت البداية فقط، لانه بعد هذا المشهد استمر ظهور هذا المهرج بأكثر من حلقة وبأكثر من مشهد مرعب، وظهوره كان غامض وكأنه في وراه سالفة. والأماكن اللي كان يظهر فيها كانت أماكن مخفية وصعب إنك تشوفه فيها. بواحدة من الحلقات جامبل وداروين كانوا يمشون بالشارع، وفجأة يظهر نفس المهرج وهو يمشي وراهم للمرة الثانية. وبحلقة ثانية كانت بعنوان البائعين، يقرر مستر روبنسون إنه يبيع بيته، والعيلة الجديدة اللي اشترت البيت بأول ليلة لهم بدأوا يشوفون المهرج الغريب يظهر لهم أول ما يطفون الضواو وبس يشغلونه، تماما مثل أفلام الرعب. المشكلة هالمهرج يطلع بكل مكان بأماكن صعب تلاحظوا فيها ومخيفة حرفيا. بهاي الحلقة كان أنطونيو قاعد ياكل سندويشة على سلالم المدرسة، ولا تسألني كيف سندويشة تاكل سندويشة. هذا المنطق عند مؤلف جامبل، عادي جدا تلاقي بيتزا قاعد تاكل بيتزا. أوه شكرا جزيلا، تفضل. أو موزة قاعد تلعب بلاي ستيشن. المنطق ضارب عنده. لكن اللي مو طبيعي انه المهرج المرعب رد ظهر كمان مرة وبنفس الحلقة، وكان قاعد بالخلفية يراقبهم من وراء الباب. وبحلقة ثانية كانت الوردة ليزلي تركض وهي مرعوبة، ووجهها تحول لشكل مخيف، وكانت تركض بشكل هستيري بموقف السيارات. ولو دققت شوي راح تلاقي نفس المهرج الغريب موجود بالسيارة، والمرة هاي كان موجود بالسيارة. يعني كثرة تكرار الموضوع خلته موضوع فعلا غريب. وأغرب حلقة ظهر فيها هذا المهرج هي حلقة المرض، لما انتشر وباء الزومبي بالمدرسة والكل بدأوا يتحولون إلى زومبي. هذا المهرج كان واقف ويراقب بشكل مخيف. هذا لسه طبعا غير انه طلع بأماكن عشوائية ثانية وما إلها أي تفسير. فالسؤال اللي راح يتبادر لذهنك الآن، منو هذا المهرج وإيش سبب ظهوره بالكرتون؟ طيب الجواب راح نعرفه من نفس الحلقة الأولى ومن نفس تصرفات المهرج. نلاحظ دائما إنه هذا المهرج يتخبى عن أعين الناس ويحاول إنه يخفي نفسه، وبنفس الوقت أغلب اللقطات اللي يظهر بهن هن نفس اللقطات اللي جامبل ودارون يكونوا فيها. ولو تتذكروا بأول ظهور فرجيتكم إياه قال إنه هو جاي يوصل رسالة لهم من أمهم. Take out the trash, it could be done in a flash. If you do the math, you could avoid your mom's wrath. Signed, Nicole Watterson. فتفسير هذا الاشي انه على الاغلب هذا المهرج قد تكون كلفته جامبل وداروين انه هو يراقبهم، لهذا السبب يكون يتواجد حواليهم باغلب الوقت. لكن في نظريات ثانية تقول انه هذا المهرج هو جاسوس يشتغل عند صاحب الشاحنة الحمراء، لانه معروف انه صاحب هذه الشاحنة يحب دائما يثير المشاكل بالبلدة. وبرايكم انتم يا اساطير ايش تتوقعوا تفسير ظهور هذا المهرج بكرتون عالم جامبل المدهش؟ ونروح للمخلوق المرعب الثاني، مخلوق يسمى بالجريم ريبر. في حلقة من حلقات عالم جامبل المدهش برضو يظهر كائن يسمى بالجريم ريبر. بهاي الحلقة جامبل ودارون كانوا قاعدين في غرفتهم، وتصلهم فجأة رسالة من شخص مجهول. الرسالة كانت عبارة عن تهديد بالقتل، كانت تهديد بالقتل انه راح يقتل عائلة جامبل كاملة. بعدها بنفس الحلقة يظهر مخلوق وكان لابس عباية لونها اسود، ويبدأ يخطف عائلة جامبل واحد ورا الثاني، وكمان حاول انه يقتل جامبل، ولكن جامبل استطاع انه يهرب منه. حسب الثقافة الأوروبية هذا المخلوق يسمى بالجريم ريبر، وهو عبارة عن مخلوق مرعب من العالم السفلي ويحمل فأس بإيده. وهذا المخلوق يقتل الناس عن طريق سحب أرواحهم ويرمز عندهم إلى ملك الموت، هذا طبعا بمعتقدهم هم. لكن ليش يظهر بعالم جامبل المدهش؟ ما في تفسير، التفسير لكم، اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات.
ونروح للمخلوق المرعب الثالث بحلقة اليوم واللي ظهر بكرتون سبونج بوب، وكانت الحلقة بعنوان شوكليت وذ نتس أو شوكولاتة بالمكسرات. يا أخي اسم الحلقة يفتح النفس والله. يقررون بهاي الحلقة سبونج بوب وبسيط إنهم يبيعون ألواح الشوكولاتة، وقال إنه هيك بمعتقدهم راح يصيرون أغنياء، وفعلا قدروا يجمعون أكبر عدد من ألواح الشوكولاتة وبدأوا يروحون على البيوت عشان يبيعونها. لكن لما وصلوا عند واحد من البيوت يتفاجئون بشيء غريب ومرعب. طلعت لهم عجوز ومعها أمها، والأم كان شكلها غريب ومرعب كأنها كانت متحللة. بعد ما انتشرت هاي اللقطة من سبونج بوب في ناس اطلعوا على السوشيال ميديا وقالوا إنه هذه اللقطة مأخوذة من قصة حقيقية على أرض الواقع، وهي قصة لامرأة احتفظت بجثة والدتها المتحللة بعد ما توفت بسنوات، وكان السبب إنه هاي المرأة احتفظت بجثة والدتها لأنها ما قدرت تتخطى موضوع وفاتها، وكانت تتوهم إنه أمها المتوفية تقدر تتكلم معاها، ولكن الحقيقة تم كشفها إنه هاي القصة كانت مجرد إشاعة لا أكثر. واتضح إنه هذه الصورة طلعت مأخوذة من فيلم يسمى بيتل جوس، فالجثة اللي كانت بالصورة طلعت ما هي حقيقية، يعني كانت مجرد دمية بلاستيكية. وسبق إنه صناع مسلسل سبونج بوب وحتى جامبل اقتبسوا شخصيات موجودة بأفلام الرعب، يعني كانوا يجيبوا شخصيات مرعبة ويحطوها بالكرتون، فهذا كان أول جزء من ظهور مخلوقات مرعبة في الكرتون. إذا حبيتوا الحلقة وحابين نجيب لكم جزء ثاني منها ونجيب مخلوقات كمان ظهرت في الكرتون وكانت مرعبة، خلونا نوصل هذا المقطع ل 70,000 لايك وانتوا قدها. ولا تنسوا واكتبوا لي بالكومنتات جيب لنا جزء ثاني. وبس، كان معاكم أخوكم داستان، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.